السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة جايبه لكم معايا وصفة الخروف المشوي في الفرن. هتعملي خروف كامل بنفسك، وحابة أشكر صاحبتي وصديقتي الغالية جدا مروة لأنها ساعدتني في التنظيف وفي التتبيل بتاع الخروف. ولو كان الفرن بتاعك ضيق ممكن تطبقيه، يعني مش لازم تقسميه 4/4، ممكن تتنيه وتطبقيه علشان تعرفي تدخليه في الصينية بتاعتك في الفرن. زي ما انتوا شايفين بدأنا بغسيل الجزء اللي هو النص بتاع الخروف كويس جدا من العروق ومن الدم المتجلط المتكوم تحت الضلوع وكده. حاولنا على قد ما نقدر ان احنا منخليش فيه اي حتة دم متجمعة. الكلاوي برضو ديت شدناها وطلعناها وتأكدنا تماما ان هو اتشطف كويس ومفيهوش اي حاجة. زي ما انتم شايفين اهوت مفيهوش اي حاجة تحت الضلوع او في عند الرقبة او كده. كل الحاجات اللي فيها زي ما انتم شايفين دم متجلط شلناها زي ما انتم شايفين. وتأكدنا تماما ان اللحمة نظيفة ومفيش اي حاجة مترصبة ولا متراكمة كده او كده. وبعد ما بنتأكد من شطف الخروف وغسيله كويس بنطمن جدا ان احنا خلينا اللحمة زي الفل. وبنبدأ بقى في النص التاني بنعمل نفس الموضوع اللي هو ننظف ونغسل ونشيل كل العروق، الحاجات اللي هي ملهاش لازمة. برضو كان في كلاوي شلناها في النص التاني ونضفناها هي زي ما انتم شايفين. وتأكدنا ان برضو النص التاني اتغسل كويس. واللحمة زي ما انتم شايفين ما شاء الله كانت كويسة جدا. الخروف دوت عمل تقريبا حوالي 13 كيلو، وهو كان خروف سنه صغير فما اخدش وقت في التسوية وكان كويس جدا. بالنسبة للتسوية انتي بتحطيه في الفرن على درجة حرارة عالية جدا، اعلى درجة عندك في الفرن اول ساعة ساعتين. بمجرد ما تبدأي تشمي ريحة اللحمة طلعت بتبدأي تهدي النار شوية مش كتير، وتسيبيه حوالي ساعتين كمان. فالوقت ده بيكون كافي جدا انك انتي تكوني سوتيه كويس ما يطلعش معاكي مثلا بيشد او حاجة. وبتغلفيه بورق الزبدة وكمان بورق الفويل. زي ما انتم شايفين التتبيلة هنا بدأنا نحضرها: البابريكا والملح والفلفل الاسود والجنزبيل وشوية شطة وكم فص توم على 4 بصلات صغيرين ومعلقة قرفة وكركم وكاري كمان. وبدأنا نحط الأول البصل والثوم في الكبة الصغيرة وطحناهم ناعم جدا. وبعد كده هنضيف لهم معلقة زبادي أو معلقتين كبار زبادي. ونبدأ بقى نحط ادي الملح والفلفل والقرفة زي ما قلت لكم وبابريكا وشطة وجنزبيل مطحون. بنضيف كل البهارات ديت، ولو في عندك برضو بهارات لحمة بتحطيها. بنضيف كل دوت وبنقلب كويس وبكده بتبقى التتبيلة جاهزة عندي. بنحط عليها كمان حوالي 3-4 معالق زيت زيتون، وبكده التتبيلة بتاعتك تبقى جاهزة. لان زيت الزيتون بيدي للحمة طراوة وما بيكونش اللحمة ناشفة. فحطينا كمان هنا شوية روزميري اهم. وبنبدأ بقى التتبيلة ديت نقلبها كويس قوي. ونبدأ نحط بقى الخروف في صينية كبيرة. ان احنا الاول هنعمل فيه شوية فتحات. هنا زودنا شوية كاري على التتبيلة نقلبها كويس جدا. وزي ما انتم شايفين بقى في صينية كبيرة بنبدأ نحط الخروف ونبدأ بسكينة عريضة نعمل فيه فتحات علشان يتشرب كويس بالتتبيلة اللي احنا عملناها. فمجرد ما نعمل الفتحات بتاعتنا ونتأكد ان احنا يعني حتت زي الفخدة كده زي ما انتم شايفين محتاجة تتغرز كذا مرة، ويكون اللحمة متشرب كويس بالتتبيلة. في الحقيقة سيبنا الخروف في التتبيلة دي حوالي يوم. لو عايزة تشيليه في الفريزر مثلا
وبعد يومين تطلعيه. ده لو انت يعني جايباه قبل العزومة بتاعتك بيومين. لو انت هتجيبيه قبل العزومة بيوم فخلاص بتبيتيه بعد ما تغلفيه بالتتبيلة كويس. بتقفلي عليه في ناس بتقول عليه ستريتش، في ناس بتقول عليه سلوفان، في يعني ايا كان المسمى اللي بتسميه. انا قسمت كل نص لوحده في كيس وشلته. بصراحة شلته في الفريزر وتاني يوم طلعته، لان انا ما كنتش هعمله تاني يوم، كنت هعمله اليوم اللي بعده. لكن لو انت هتعمليه تاني يوم يكون احسن ان انت تبيتيه في التلاجة. حطي في اكياس او هو كل نص في كيس زي ما انتم شايفين. ادي النص اهو في الصينية صغيرة مربعة من بتاعة الفرن، وادي شكله اهوت بعد ما طلع زي ما انتم شايفين. حطيت فويل من تحت وفوق منه ورق زبدة، وبعدين فويل مرة كمان. وزي ما قلت لكم سبناه حوالي 4 ساعات في الفرن. وادي رز الكبسة هنوري لكم برضو الطريقة بتاعته في فيديو تاني. اتمنى تكون عجبتكم الوصفة، وما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات، وطبعا تعملوا اللايك والشير. واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني، واتمنى تكون الوصفة عجبتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.